السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. البط بتاعنا النهاردة البط المسكوفي، أجمل وأحسن وأفضل نوع بط ممكن تربيه ببلاش حرفيا وتستفيدي منه في كل حاجة. أولا لما تيجي تبيعيه، لو انت هتعمليه مشروع بتقدري تبيعيه زي نفس سعر البلدي، بيبقى فرق بسيط خالص. ثانيا بيكبر ما شاء الله على 3 شهور أو 4 شهور بيكون تمام، تقدري تذبحي منه. ثالثا تقدري بقى اللي احنا عاملينه النهارده في القناه، او الهدف اللي انا مربيه منه شويه البط دول، اللي انا عايزه اربي منهم يبقى انتاج عندي، يعني اربي ذكر وانتيتين ينتجوا عندي. ليه؟ السلاله دي ما شاء الله بتبقى جميله جدا جدا. الاناث فيها بتقدري تذبحيها عمر 2 والذكور على عمر 3 شهور، يعني بيطلع لك بط بلدي في حجم المسكوفي. اولا البطه المسكوفي لما بتبيض كميه كبيره من البيض، بتبيض 18 و20 و22 بيضه. في بعض الانواع من البط المسكوفي ما بترقدش، فعشان كده انا ربي 2 عشان لو طلعت واحده لا قدر الله كده تبقى التانية مظبوطه ان شاء الله. العيب الوحيد في البط المسكوفي انه في بعض الناس ما بيحبوش اللحم بتاعه، زي انا كده طبعا ما باكلش اللحم بتاعه قوي، يعني مش بحس ان هو زي البلدي، بتحس ان هو غامق شويه وريحته قويه وطعمه قوي كده. فانا عشان كده هنربيه، والسلاله بتاعته التانية الجيل التاني بقى اللي هيبقى عندنا بيبقى حاجه تانية، بتبقى طعم الفراخ البيض يعني طعم اللحمه بتاعته كانه حمام حرفيا. طبعا هنا اللي قدام المكان كده زي ما انتم شايفين ده حوش وسور وكده وزرع، فديت الشكاير اللي انا ببقى واخداها من تحت الفراخ بنشرها زي ما انتم شايفين كده، تنشف لوحدها خالص، وبعد كده بنشفها وبنفضها وارجعها اليوم تاني. الاكل اللي بتاعهم اللي انا عاملاه ليهم ده النهارده هنعمل ليهم بديل للعلف، حاجه للتسمين ما شاء الله، وجبه جميله جدا. البط المسكوف تقدري تربيه باقل كميه العلف اللي ممكن تتخيليها، مش هيكلفك حاجة. بس اهم حاجة ان احنا نأسسه. البط النهاردة عمر 1 شهر بتاعنا، اهم حاجة تأسسيه اول 20 يوم دول، مهم قوي انك تأسسيه على العلف. بس برضو احنا من اول يوم مع البط بالذات لازم تعوديه على بدايل العلف، علشان الحاجة اللي ما بياكلهاش وهو صغير ما بيرضاش ياكلها وهو كبير، ودي مشكلة البط بقى. هتاخدي مجهود جامد قوي لو عشان تعلميه على اكله تانية مختلفه ما شافهاش قبل كده، بتحتاجي وقت طويل، بتحتاجي تجوعيه فترات طويله، وده ممكن ياثر عليه برضو، وتحتاجي ان انت تحطيها له شويه وترجعي تشيليها وترجعي تحطيها له شويه. فلازم احنا من البدايه كده نبقى عارفين ايه نوعيه الاكل هناكلها ليه، نعوده دايما على بدايل العلف ونأكله كل حاجه. البط ما فيش عنده محظورات غير محظور واحد، محظورين 2 3 يا رب. البط من اول يوم ممكن ياكل عيش مبلول، ياكل اكل مبلول، ياكل بقايا اكل البيت، ياكل رز، ياكل رز فايض منك، ياكل مكرونه فايضه من العيال، ياكل اي حاجه مفيش منه اي مشكله. امال ايه الحاجات ال3 اللي ما ياكلوش البط؟ اولا اوعي تحطي للبط رده من اول يوم. ده انا اتصدمت من حد كان بتقول لي انا بحط رده للبتاع من اول. لا، رده حلوه وطريه وناعمه وجميله وكل حاجه وبيحبوها وريحتها حلوه وبتجذبهم في الاكل، بس قبل عمر 1 شهر هيكعبروا، مش هيكبروا معاكي ابدا، ولا هيفردوا ولا هتلاقي اجسام ولا الكلام ده. فرجاء محدش يستخدم الرده قبل عمر 1 شهر لجميع انواع الطيور. طبعا الحمام ما بياكلش رد، لكن اي طيور تانية بتاكل رد. تمام. الاول حاجه الرد. تاني حاجه الدشيشه، ما ينفعش تحطي البط صغير قبل عمر 1 شهر دشيشه. ليه؟ لانه مش هيهضمها بسرعه، هتخسسه. النهارده بقى البط بتاعي بقى عمر 1 شهر ماشي، فعادي بقى ان انا احط له رده. تمام. ادي شويه رده، شفتوا قد ايه؟ انا كنت حاطه كميه قلت لا مش هياكل يعني هتبقى كتير عليه، شلتها حفان واحد بايد واحده كبشه واحده، وهنقسمها كده بشويه ميه زي ما انتم شايفين. ده الاكل بتاع بالنهار، يعني ده العلف اللي هحطه له بالنهار او بديل العلف. ما بنحطش احنا علف يعني صافي والكلام ده. خلاص بقى البط كبر، هنبدأ نسحب العلف منه. احنا حطينا له في الشهر الاولاني او في ال20 يوم الاولانيين بالليل علف على عيش، طول الليل علف على عيش، وبالنهار كان بدايل العلف اللي انا بقولك عليها دي. دلوقتي ادي كمان كبشة ولا كبشة ونص كده من الدشيشة. الدشيشة بقى يقدر يتعود عليها من دلوقتي، هو بيبدأ يتدلع عليها ومش عايزها، لكن واحدة واحدة هيتعلم عليها.
لانه مش هينفع، احنا ده اساسي. والحاجه الثالثه اللي كنت بقولك عليها هي كسر الفول، زيها زي الدشيشه. كسر الفول برضو ما ينحطش غير في عمر شهر. وادي بقى يا ستي بقى اكل البيت ده ايه بقى؟ ده الكوسه، يعني التقوير بتاع الكوسه اللي بيطلع من جوه ده ممتاز جدا وصحي جدا. عندك مثلا خيار مقطع، عندك بطاطس، عند اي حاجه هتحطيها على الاكل ده. وشوفي بقى الجمال بتاع البط بتاعك، والاوزان هيشيل معاكي اوزان ازاي، لانه الرده بعد عمر شهر بتدي اوزان حلوه جدا. طبعا هو عشان الكوسه دي اول مره يشوفها، فهو بيشم ريحه الاكل دايما، فانت قبليها بيوم او بيومين تبقي رمياله منها حتت كده بسيطه يشمها مره على مره علشان يعرف ياكل منها. تمام. وما تقلقيش ان هو ما اكلش منها، فتاني مره هياكل، تالت مره هياكل، بس ما تحطهاش على الاكل الا لما يكون اتعود عليها كده لوحدها مره ومره وهو صغير. وادي بقى ايه حبه النصبايه اللي احنا هننصبها على البط بتاعنا. حفان كده واحد من الايه، من العلف. دول شويه علف كده كانوا فايضين، هحطهم ليه حفان، هما كلهم حفان من العلف، علشان برضو ايه يحاول ياكل، يعني تغريه ان هو ياكل. وكده تبقى ده تسمين طول النهار. خلصوها سيبيهم يجوعوا يجوعوا. وبالليل بقى هعمل لك انا الفيديو اللي جاي الاكل، الوجبه اللي انا بعملها للبط عندي طول الليل ياكل منها، لان البط ما شاء الله بيقدر ياكل بالليل. يعني انا بقول لك هو انا حطيت حفان واحد من العلف، يقدر ياكل طول الليل عادي مفيش اي مشكله من غير اضاءه. البط بياكل بالليل من غير اضاءه. كانت فكره النهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم.